السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنعمل مع بعض المقلمة السهلة البسيطة دي من بواقي الخيوط. بسيطة وبتخلص بسرعة ومش بتاخد وقت خالص. انا هنا عندي بكرتين خيط او شلتين خيط من خيوط السلسلة. واحدة حمراء وواحدة بيضة، مش هخلصهم كلهم في المقلمة. هبدأ الاول اشتغل بالخيط الاحمر بتاعي. هسحب الخيط واستخدمت هنا معاه ابرة 4.5 ملي، ممكن كنت استخدم 5 أو 5.5، بس انا حابة ان الغرزة تكون ضيقة لاني مش هعمل بطانة للمقلمة، فاضمن لي يعني ان مفيش اي حاجة تقع منها. هبدأ واقول بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجة هعملها هنا هلف الخيط على الابرة وهعمل عقدة بداية. بعد كده هبدأ ارتفع ب25 غرزة سلسلة، 1 غير عقدة البداية، 2 3 4 5. انا كده ارتفعت بال25 سلسلة. هبدأ ادخل في اول غرزة تقابلني وهعمل غرزة حشو، واللي بعدها هعمل غرزة حشو، ورقم 3 هعمل غرزة حشو، وهكمل السطر كله بغرز الحشو لحد عقدة البداية. انا كده وصلت لعقدة البداية بتاعتي، هدخل فيها وهعمل تزايد وهعمل 3 غرز حشو. اول غرزة، تاني غرزة، تالت غرزة حشو، وهبدأ امسك خيط البداية بتاعي واسحبه كده واشده جامد عشان فتحة الغرزة تقفل معايا. هسحب الخيط وهاخده معايا تحت الشغل، وهبدأ ادخل في اول غرزة تقابلني وهعمل غرزة حشو، واللي بعدها كمان هعمل غرزة حشو، وهكمل السطر كله لحد نهايته بغرز الحشو، وراجع فوق كل غرزة غرزة حشو واحدة. عملت كده اخر غرزة في السطر، ووصلت لاول غرزة في السطر اللي انا كنت ماشية فيه وشغالة فيه، كنت عاملة فيه غرزة هدخل فيه في نفس الغرزة وهعمل فيها غرزتين كمان، عشان كده يبقى 3 غرز زي الجنب التاني. يعني تبقى القاعدة بتاعتي من هنا في تزايد 3 غرز، ومن هنا في تزايد 3 غرز. هاجي هنا بقى لأول غرزة في السطر الجديد، هدخل في الفتلة الخلفية وهعمل غرزة حشو. هعلم الغرزة بتاعتي لاني هشتغل بعد كده حلزوني، فهحتاج ان انا ابقى عارفة كل سطر فين بدايته وفين نهايته. بعد كده هدخل في تاني غرزة تقابلني وهشتغل غرزة حشو في الفتلة الخلفية، والسطر ده كله هشتغل غرز حشو في الفتلة الخلفية بدون تزايد او تناقص، لان كده انا بدأت اعمل في جسم المقلمة. فالسطر ده بس هو اللي هشتغل بيه غرز في الفتلة الخلفية. وصلت هنا لاخر غرزة في السطر،
بعملها برضو غرزة حشو في الفتلة الخلفية. واول بقى ما وصلت عند الماركر طبعا او العلامة بتاعتي هشيلها، وهبدأ طبعا سطر جديد، هدخل تحت الحلقتين وهعمل غرزة حشو، ودي اول غرزة في السطر الجديد بتاعي. هعلم الغرزة تاني وهكمل فوق كل غرزة هعمل غرزة حشو بدون تزايد ولا تناقص، بس تحت الحلقتين. بعد كده كل جسم الشنطة هكمل بنفس الشكل ده، غرز حشو تحت الحلقتين. مفيش بقى تزايد تاني او تناقص، هفضل الف كده حلزوني. كل ما اوصل للماركر هشيله وهبدأ سطر جديد. هشتغل كام سطر وارجع لكم تاني. انا كده اشتغلت 6 سطور بالظبط. اشتغلت اخر غرزة في السطر وهبدأ اغير لون الخيط بتاعي. اشتغلت اخر غرزة من غير ما اسحب الفتلة الاخيرة. هسحب الفتلة الاخيرة باللون الابيض بالمنظر ده، وهشيل الماركر بتاعي وهبدأ في اول غرزة في السطر الجديد. هدخل تحت الحلقتين ومعايا الخيط الابيض والخيط الاحمر تحت الغرز بالشكل ده، وهعمل غرزة حشو وهكمل السطر كله باللون الابيض. هعلم طبعا الغرزة الاولانية معايا، هاخد الفتلتين البيضة والحمرة تحت الشغل بالشكل ده، وهكمل الادوار بتاعتي. هقص الخيط الاحمر خلاص كده، وكل ما اوصل للماركر هشيله وهبدأ سطر جديد واعلم السطر الجديد، وهكذا. وهكمل المقلمة كلها بالشكل ده. هعمل كمان من السطور البيضة حوالي 9 سطور وارجع لكم تاني. دلوقتي كده انا عملت 9 سطور باللون الابيض و6 باللون الاحمر. هنقسها مع بعض. الطول بتاعها 20 سنتي والعرض 10 سنتي. هسيب اخر 4 غرز معايا قبل ما اقفل المقلمة بتاعتي، وهبدأ اعملهم بغرزة منزلقة بالشكل ده. هشيل الماركر وهعمل اخر غرزة معايا، وهبدأ اقص الخيط. هداري الخيط بتاعي كده ما بين الغرز
بإبرة تنظيف او بإبرة الكروشيه بالشكل ده كده. هبدأ اعمل الفيونكة بتاعتي. هلف الخيط على صوابع حرف اكس، هنزل تحت اول فتلة وهسحب الفتلة التانية بالشكل ده كده عشان اكون عندي دايرة سحرية. هرتفع 3 سلاسل، 1 2 3. هلف الخيط على الابرة وهدخل في الدايرة بتاعتي وهعمل 3 عواميد بلفة. اول عمود، تاني عمود، تالت عمود. هرتفع 3 سلاسل كمان، 1 2 3. وهدخل في الدايرة بتاعتي وهعمل غرزة منزلقة. ودي كده اول جنب من الفيونكة بتاعتي. هرتفع 3 سلاسل كمان، 1 2 3. وهبدأ اعمل 3 عواميد بلفة. اول عمود، تاني عمود، تالت عمود. هرتفع 3 سلاسل. هقفل الدايرة الاول بتاعتي كده حبة عشان اعرف اشتغل فيها. هرتفع 3 سلاسل بتوعي وهدخل في الدايرة وهعمل غرزة منزلقة. بعد كده هعمل غرزة منزلقة تاني كتأمين. هسحب الخيط شوية كده وهبدأ ان انا اقصه كده. انا بقى عندي فتلتين، فتلة البداية وفتلة النهاية. هشد فتلة البداية وهقفل الدايرة بتاعتي كويس جدا وهبدأ الف الفتلتين عكس بعض وهربطهم من ظهر الفيونكة بالشكل ده واقص الخيط الزيادة. عندي خيط وابرة نفس اللون، هبدأ اثبتها في المقلمة بتاعتي بالشكل ده. هنا عندي خيط اسود هبدأ اعمل بيه العيون. طبعا عشان الخيط ده قطن ورفيع واستخدمت هنا ابرة مناسبة ليه. هبدأ اشتغل بيه على فتلتين. هعمل دايرة سحرية زي ما عملنا في بداية الفيونكة وهنزل تحت اول فتلة وهسحب التانية وهرتفع 3 سلاسل، 1 2 3. وهبدأ اعمل 12 عمود بلفة. 1 2 وبكده اكون خلصت ال 12 غرزة عمود بلفة. هبدأ اقفل الدايرة بتاعتي بالشكل ده وهدخل فوق تالت سلسلة انا بدأت بيها وهعمل غرزة منزلقة
بالشكل ده كده. هعمل غرزة منزلقة كمان تأمين للشغل، وهسحب الخيط، هسحب حبة حلوين كده. هقص خيط البداية، هلضم الفتلة بتاعتي او الخيط اللي انا قصيته بإبرة رفيعة عشان ابدأ اطرز العيون او ابدأ اثبت العيون على المقلمة بتاعتي بالشكل ده كده. هعدي بس من اول غرزة سلسلة ابقى قدام كده بالفتلة عشان ما يبانش الشغل بتاعي او يبان الخيط اللي انا هثبت بيه العيون بتاعتي. طبعا انا عاملة هنا جزء تاني زي ده بالظبط، هبدأ اثبته. وبكده اكون ثبت العيون وطرزت جزء بتاع الرموش والبق. بس انا نقلت الفيونكة لفوق شوية لان كانت المساحة مش مساعداني، وعدلت مكان الرموش. هبدأ اركب السوستة بتاعتي بالشكل ده كده. اكون ركبت السوستة بتاعتي. اتمنى الفيديو يكون عجبكم. لو الفيديو عجبكم ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب، واشوفكم فيديو جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.